بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هطبخ العدس بشعرية. يلا بينا أقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقة معايا. ده ربع كيلو من العدس، جبته غسلته كويس زي ما انتوا شايفين اهو، وحطيت له المية بتاعته. دي المية بتاعت التسوية اللي هو هيستوي فيها. معايا نص كيلو من عصير القوطة، معلقتين كبار من الشعرية، بصلتين كبار متخرطين بالشكل ده كده، نص معلقة من الثوم المفروم، ومعايا معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومكعبين من مرقة الدجاج. وطبعا المادة الدهنية زي ما بتطبخي، سمنة أو زيت زي الفل. يلا بينا نعمل العدس. أنا رفعت الحلة هنا على النار زي ما انتوا شايفين اهي بالمية بتاعته، وهضيف عصير القوطة. بسم الله الرحمن الرحيم. هغطيه واسيبه بقى يغلي غلوتين كده حلوين عبال ما احمر الشعرية. معايا هنا زي ما انتوا شايفين معلقتين كبار من الشعرية، ومعلقة كبيرة من السمنة لا احمر فيها الشعرية. هبدأ احمر الشعرية بقى، وبعد ما تاخد لون ذهبي كده حلو هتشوفوها معايا. بعد السمنة ما سخنت هنزل بقى بالشعرية، وهقلبها بقى في السمنة كده شوية لحد ما تاخد لون ذهبي كده حلو. طبعا لما انت بتحمري الشعرية لازم تقلبيها على طول علشان كلها تبقى لون واحد. هقلبها لحد ما تاخد لون كده حلو وارجع لكم تاني. ده العدس اهو زي ما انتوا شايفين بيستوي. ودي الشعرية اهي بعد ما حمرتها بالشكل ده كده هضيفها على العدس علشان تستوي معاه. طريقة سهلة وبسيطة خالص للطبيخ بتاع العدس. هقلبه بقى كده واغطيه واسيبه يكمل سوا، وبعدين اعمل بقى الطشة بتاعة العدس اللي هي البصل والثوم. يلا بينا. دي السمنة اهي سبتها لما سخنت كويس، هنزل بقى بالبصل. طبعا هقلبه شوية لحد ما ياخد لون كده ذهبي خفيف، وبعدين هضيف الثوم مع التقليب المستمر. بعد ما اخد لون بالشكل ده كده هنزل بالثوم واقلبه معاه دقيقة كده ولا حاجة بس لحد ما ياخدوا لون سوا كده مع بعض. هقلبهم دقيقتين كده ولا حاجة وارجع لكم تاني. وده شكل البصل والثوم بعد ما قلبتهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هضيفهم بقى على العدس. العدس كده خلاص استوى زي ما انتوا شايفين اهو. طريقة سهلة وبسيطة خالص للعدس. عايزة اقول لكم طعمه كان تحفة. في الشتا دي احلى حاجة العدس. هقلبه بقى تقليبة حلوة كده واضيف التوابل. انتوا عارفين طبعا انا ما بضيفش التوابل الا في الاخر اهي. طبعا انت حابة تحطي اي حاجة تاني حطي مفيش مشكلة، شوية شطة شوية كزبرة زي ما تحبي. اي توابل انت حابة تحطيها حطيها. بقلبه بقى تقليبة حلوة كده واسيبه يغلي غلوتين، وبعدين هغرفه وتشوفوه معايا في طبق التقديم. كده خلاص تمام زي الفل. هسيبه بقى يكمل سوا وبعدين اغرفه. ده العدس بعد ما غرفته اهو زي ما انتوا شايفين شكله حلو وريحته حلوة وطعمه احلى. ومعاه هنا العيش البتاو زي ما انتوا شايفين اهو.
وممكن يتسقى بيه. ومعايا هنا خس وفجل وجرجير وقرنين فلفل من الحامي. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.